ازيكم؟ قصتنا النهاردة غريبة وفريدة من نوعها. قصة تقشعر لها الأبدان عندما يتجرد الإنسان من كل مشاعر الأبوة، عندما يتجرد الإنسان من كل المشاعر والأحاسيس، عندما يتجرد الإنسان من كل مشاعر الإنسانية. قصتنا النهاردة الأب تجرد من كل مشاعر الأبوة. بطلة قصتنا النهاردة طفلة اسمها نور، عندها 5 سنين، طفلة بريئة جدا، لكن للأسف عندها مرض تبول لا إرادي. والدها كان بيعذبها في كل مرة كانت بتعمل الحاجة دي غصب عنها. طفلة بريئة ما تعرفش حاجة، والحاجة دي مرض غصب عنها ما تعرف تتصرف ازاي. والدتها حاولت مع والدها كتير عشان تاخد منه فلوس وتروح تعالج البنت، لكن هو كان بيرفض بحجة انه معهوش فلوس. في كل مرة البنت كان بتعمل فيها الحاجة دي غصب عنها كان لازم يعذبها ويضربها. دي طفلة بريئة ما تعرفش حاجة. بعد محاولات كتير من والدتها ورفضوا انه يعالجها، في مرة من المرات الطفلة دي عملت الحاجة دي غصب عنها. للأسف الشديد والدها أخد معلقة، ولع النار، حطها على النار لعند ما المعلقة سخنت. من شدة السخونة المعلقة بقى لونها أحمر. أخد المعلقة وفضل يعذب في بنته في كل أجزاء جسمها، يحرق فيها، والبنت تصرخ ووالدتها تصرخ لعند لما البنت أغمى عليها والجيران اتلموا على والدتها. أخدوا البنت وراحوا المستشفى. بعد محاولات من الأطباء الحمد لله تم إنقاذها، تم عمل محضر، والدها اتحبس. قصتنا النهاردة غريبة وفريدة من نوعها. قصة الأب تجرد من كل مشاعر الإنسانية والأبوة. الأطفال دول أحباب الله، لازم نراعي ربنا فيهم ونعمل معاهم اللي هنتمناه إنهم يعملوه معانا بعد كده لما نكبر. إحنا دلوقتي في سننا ده بنرعاهم وبنكبرهم وإحنا بنصغر. الانسان بيصغر مع مر الزمن، وابنه هو اللي بيكبر، ابنه هو اللي بيشيله في الاخر. يا ريت نراعي ربنا في ابنائنا، وربنا يحفظنا ويهدي كل اب وكل اسره، ويحفظنا جميعا يا رب. وبكده قصتنا خلصت النهارده، مع الف سلامه.